الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد. الله أكبر حبذا الإكبار، وكل حي بالمسرة سارا، يجدو بميلاد النبي الأشعار، ولد الحبيب فمرحبا بمحمد. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا ومولانا محمد، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، وشمس دين الإسلام، من تولاه ربه بالحفظ والعناية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وخصه بأعظم تحية وأفضل احترام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وسندنا، قطب دائرة الوجود، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، سيدنا ومولانا محمد. سيدي يا رسول الله، يا أعظم داع لطريق فلاح، يا شمس نور أضاءت ظلمة ليل وأصبح صباح. سيدي يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فصرت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. الله عظم قدر جاه نبينا، وأثابه فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وتجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين الناجين يوم الدين يا رب العالمين. وبعد، أخوة الإيمان والإسلام، فاستكمالا لما قدمه شيخنا من تكريم الله رب العالمين لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن إظهار مكانته عند ربه تبارك وتعالى، نستكمل هذا الحديث بقول سيدنا عبد الله بن عباس حينما قال: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من سيدنا محمد، ولا سمعت الله أقسم بحياة أحد مثلما أقسم بحياة سيدنا محمد. فقال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما أعطى الله نبيا من الأنبياء شيئا إلا أعطى سيدنا ومولانا محمدا خيرا منه. ما أعطى الله، في حد عبارة مولانا الإمام الشافعي، ما أعطى الله أحدا من الأنبياء شيئا إلا أعطى سيدنا ومولانا محمدا خيرا منه. قالوا له: يا إمام، لقد أحيا الله لعيسى الميت، ربنا سبحانه وتعالى أحيا الميت لسيدنا عيسى. قال: وكان لمحمد حنين الجزة صلى الله عليه وسلم. قالوا له: يا إمام، كان لموسى فلق البحر، فقال: كان لمحمد فلق القمر. قالوا له: يا إمام، كان لموسى نبع الماء من الحجر، قال: كان لمحمد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. قالوا له: يا إمام،
إن الله سخر الريح لسليمان. قال: وليس أعجب من ذلك، فلقد جعل الله لسيدنا محمد رحلتي الإسراء والمعراج. فكان تكريما وتعظيما وتشريفا من المولى تبارك وتعالى لسيدنا ومولانا رسول الله، ليس في الدنيا حسب، بل في أعلى السماوات، بل في الحضرة القدسية أيها المسلمون. وذلكم كما تعلمون أن سيدنا جبريل لما سار بحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ابتعد سيدنا جبريل وترك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا. فقال له سيدنا رسول الله: أهنا يترك الحبيب حبيبه؟ أهنا يترك الخليل خليله؟ فقال سيدنا جبريل لسيدنا ومولانا رسول الله: أنت إذا تقدمت اخترقت، أما إذا تقدمت أنا احترقت. فسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم النداء من العلي الأعلى: يا محمد تقدم فأنت على بساط أنس الله رب العالمين. بأقدامه في حضرة القدس قد سعى رسول له فوق المناصب منصب، بأعلى السماء أمسى يكلم ربه، وجبريل ناء والحبيب مقرب صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه هي مكانة سيدنا ومولانا رسول الله. وينبغي علينا أيها المسلمون ونحن نتذكر مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند ربه أن نتذكر كذلك مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، الذي كان إيذانا بإطلال الرحمة البشرية على دنيا الناس بعد أن أصبحوا في ضلال كبير، وبعد أن أصبحوا في جاهلية جهلاء أيها المسلمون. فالعالم كما تعلمون قبل مقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في جهالة، وكان في متاهة، وكان في دمار، وكان في هلاك. هذه الحالة التي سبقت مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم عبر عنها القرآن الكريم بقوله حينما امتن علينا ببعثة الحبيب وبميلاده، حينما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال الذي عم جميع أركان الحياة في جميع ألوانها وفي جميع مسالكها أيها المسلمون. هذه الحالة بعينها التي عبر عنها كذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب لما وقف بين يدي النجاشي وقال له سائلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما يدعوهم إليه. قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. وما هي مظاهر هذه الجاهلية؟ كنا نعبد الأصنام ونأكل الميت ونشرب الخمر ونقوم بسفك الدماء ونقوم بوأد البنات ونسيء الجوار وغير ذلك من الأمور الذي عددها سيدنا جعفر بين يدي النجاشي. ثم قال: إلى أن بعث الله رسولا منا نعرف حسبه ونسبه، فكان إيذانا بميلاد خير البشرية صلى الله عليه وسلم. فمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم أساس تفرع منه كل خير عم البشرية، وزاد منه كل فضل أحاط بالبشرية أيها المسلمون.
فما من فضل وما من عطاء وما من خير يتمتع به المسلمون إلا وكان السبب فيه هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لسنة 571 من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت الأرض على موعد من الأنوار ومن الأفضال الإلهية والعطاءات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر وفي هذا اليوم الميمون العظيم. فكان مولده صلى الله عليه وسلم إذانا من الله العلي الأعلى بأن يرسله رحمة للعالمين كي ينتشل هذه البشرية من ورطاتها ومن أمورها. فكان مولد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صبيحة هذا اليوم الأغر الميمون ليكون خيراً ويكون فضلاً من الله رب العالمين على سائر العالم. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب في شعب بني هاشم الذي هو الآن مكتبة مكة المكرمة لمن أكرمه الله رب العالمين بزيارة بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا أيها المسلمون لم يكن ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم كأي ميلاد، بل كانت له إرهاصات، وكان لمقدمه الشريف استعداد وأنوار من الله رب العالمين عمت سائر البشرية بل وعم الخير جميع الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا وإياكم بمولد رسول الله، وألا يحرمنا وإياكم من شفاعة سيدنا ومولانا رسول الله، وأن يجعلنا وإياكم موصولين بطاعته وبمحبته أيها المسلمون. تقول أم المؤمنين عائشة عن أنوار سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أنوار سطعت ولم يكن لهم في الليالي المظلمة سوى نور سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ والنور مصاحبا لسيدنا ومولانا رسول الله منذ أن حملت به أمه صلى الله عليه وسلم. فلما حملت به أمه قالت: أتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: هل شعرت أنك قد حملت؟ فكأني أقول له: لا أدري. قال لي: لقد حملت بسيد هذا العالم وبسيد هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم. ثم أمهلني حينا من الزمان حتى إذا دنت ولادتي وحان وقت وضعي صلى الله عليه وسلم جاءني هذا الآتي وقال لي: قولي يا آمنة أعيذه بالواحد من شر كل ذي حاسد، فإذا وضعتيه فسميه محمدا، وعلامة ذلك أن يخرج معه نور تضيء له قصور بصرى من أرض الشام. فكان مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم مصاحبا للأنوار ومصاحبا للبشريات من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك
ما من أحد حضر هذا المولد الشريف إلا أصابته البركة وأصابه الخير من حضور هذه الأنوار الإلهية وهذه المنح الربانية لسيدنا ومولانا رسول الله. استكمالا لما بدأناه بعد رفع الأذان، فاللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الجمع الكريم، ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلت لكم قبل الأذان ما من أحد حضر هذا المولد الشريف إلا ونالته البركة والشرف من مباشرة هذه الأنوار الإلهية وهذه المنح الربانية أيها المسلمون. فكان خير الله على سيدنا ومولانا رسول الله كثير وعلى من حضر هذا الميلاد الشريف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل فضله ومن أهل عطائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.